السلام عليكم، وصبحكم الله بالخير وقواكم الله. المزرعة من أمس أو أول أمس وهي تنادي تقول تعال صورني، تعال صور إنتاجي. مزرعة البرحية. واضح واضح. شنو تخصصهم؟ خليك من الأشياء المعتادة. الأشياء المعتادة لو أقصد الأساسيات من الخضار، الزهرة، الباذنجان، الفلفل البارد، خيار إلى آخره، ذرة، بروكلي، كوسة. خلك عن هذا كله. شوف المزهرية ولوحة الفن والتشكيل من الطماط. طماط اللبناني، خلينا نقول الجبلي، طماط التايجر الاسود. هذا انا ظنيت اول شيء فلفل ملون، طلع طماط اصفر بهالحجم. تبي حق مخللات، اتشارات، سلطات، تزيين مائده، لكن ما يصلح للمرق. كذلك عنده الشيري الاسود، شيء فاخر الاخر، حلو. عنده الطماط طوال. امس كان عنده طماط لونين، انا اسميه تايجر، لكن عنده ابداعات بالطماط ما شاء الله. تبي له اتشارات، مرقه، حمسات، سلطات، خلطات، حتى عصير طماط تقدر تسوي او دبس طماط. خلصنا ما خلصنا. كذلك عنده باميه نوعين، اخضر هندي والبيضة العراقيه تاج العبدلي. حياكم الله. متواجدين بالسوق الزراعي الموسمي في العبدلي كل خميس وجمعه وسبت، والعطل الرسميه بسطه 37 مزرعه البرحيه. حياكم الله.